السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. النهاردة جايين نتكلم عن دواء مهم جدا، دواء بيطري قوي جدا وفعال لزيادة إنتاج البيض. الدواء ده أول مرة نتكلم عنه، وتقريبا ما حدش اتكلم عنه خالص قبل كده. من الأدوية المهملة للأسف، مش لأنه تأثيره وحش أو تأثيره قليل، ولكن علشان خاطر في ناس كتيرة جدا 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 بتلجأ للأسماء المشهورة والأسماء المعروفة من الأدوية البيطرية، رغم إن في بعض الأسماء اللي هي محدش يعرف عنها حاجة، لكن تأثيرها وجودتها وسعرها كذلك مناسب جدا بالنسبة لكل مربي الطيور، سواء اللي بيربوا في البيت للاستفادة الشخصية أو اللي فاتحين مشاريع أو عندهم مزارع أو حنابر. قبل أي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشترك في القناة، فعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. الدواء ده بمنتهى البساطة مكمل بيطري بيستخدم في تربية الطيور والدواجن، خصوصا طبعا الوقت اللي بيكون فيه درجات حرارة عالية ويكون في إجهاد حراري بيؤدي إلى انخفاض في مناعة الطائر وتعب بالنسبة للطائر. خليني أقول لك الفوائد بتاعته عشان نعرف نستفيد بيه ونقدمه إمتى للطيور بتاعتنا. الدواء ده أول حاجة بيقوي المناعة، يحتوي على مجموعة معادن نادرة وفيتامينات بتساعد على رفع المناعة ومقاومة الأمراض. بقول لك معادن نادرة، يعني إيه؟ يعني مش موجودة كتير في الأكل، من الصعب ان انت تقدمها للطائر عن طريق الاكل، من الصعب. ممكن تقدمها لكن من الصعب، لان هي معادن نادرة. وكذلك الدواء مليان بالفيتامينات اللي بتساعد على رفع المناعة ومقاومة الامراض المختلفة. تمام؟ ده مثالي جدا 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 لو عايز تعمل تحصينات بالنسبة للطائر ضد الامراض المختلفة، او عايز تعالج الطائر من كل الامراض، لان المعادن اللي فيه والفيتامينات اللي فيه فعلا بتساهم في علاج غالبية الامراض اللي ممكن تكون شائعة بين الطيور او اللي بتصيب الطيور بشكل عام، سواء طيور المنزل اللي على السطح او الطيور اللي بتتربى في عنابر وبتعمل منها مشاريع كبيرة. ده اول فايدة. تاني فايدة من هذا الدواء البيطري تحسين الشهية والنمو، بيساعد في فتح شهية الطائر، تحسين الهضم بتاع الطائر، بيخلي الطائر كده ايه، هضمه افضل بكتير جدا. تمام؟ وده بيخلي الطائر ياكل اكتر. تمام؟ بس انت اللي بتختار بقى، انت بتختار نوعية الاكل اللي بتديها له اللي تساعد في تكوين البيض. تمام؟ فهو مهم جدا للفراخ الصغيرة علشان يكبروا بسرعة وتكون صحتهم كويسة، ومهم جدا بالنسبة للفراخ الكبيرة علشان ينتجوا انتاج كويس على حسب توجيهك انت ونوعية الاكل اللي انت بتقدمه للفراخ. يعني انت ممكن تقدم نوعية اكل يكون مثلا فيها نشويات زيادة فهتعمل دهون، يكون فيها بروتين زيادة فتساهم في انتاج البيض، يكون فيها بروتين زيادة عن اللزوم فيؤدي الى زيادة في انتاج اللحم. تمام؟ فانت هنا اللي بتختار بنفسك وبتحدد، انت بتحدد بنفسك ايه اللي انت هتستفيد بيه من الطائر، فبتديله الاكل اللي هيديك في الاخر قصاده انتاج، يديك قصاده انتاج بيض او انتاج لحم. تمام؟ بعد كده معانا فايدة مهمة جدا للدواء ده. الدواء ده طبعا اسمه سوبر اوليجو. تمام؟ سوبر اوليجو ده من الادوية القوية جدا، وفي منه نوعين. تمام؟ في سوبر اوليجو فيت، وفي دواء تاني برضو مهم جدا ومؤثر جدا بالنسبة لنا، نوع تاني، فصيلة تانية من الدواء بتساعد برضو في نفس الفوائد اللي احنا بنتكلم عنها. المهم ان اي دواء من فصيلة السوبر اوليجو هيكون مفيد بالنسبة لك وهيديك كل الفوائد اللي احنا لسه هنكملها مع بعض. كذلك هو بيحسن الريش والمظهر العام بتاع الطائر. يعني العناصر المعدنية اللي فيه زي الزنك والنحاس بتساهم في نمو ريش صحي ونمو
ريش شكله كده بيلمع، شكل الريش بيلمع. برضو من فوائده ان هو بيحسن الخصوبة والانتاج، بيحسن خصوبة الطائر، تمام، وانتاج الطائر. يعني اي فراخ بياضة عندك عايز ترفع خصوبتها، تخلي الدم يتدفق عندها عشان تبيض اكتر، الدواء ده هيساعد في كده. اي ديوك عندك عايز ترفع خصوبتها عشان تكسر اكتر، برضو الدواء ده هيساعدك في كده. فهو مهم في فترة التزاوج انه يديك بيض مخصب كتير، او فترة انتاج البيض برضو بيزود انتاج البيض. كذلك الدواء ده مضاد للاجهاد الحراري، بيساعد الجسم على تحمل درجات الحرارة العالية، وده مهم جدا في فصل الصيف، مهم جدا 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 في فصل الصيف. كذلك برضه هو بيقلل من المشاكل الصحية اللي ممكن تكون بتيجي للطائر، تمام. يعني بيدعم أجهزة الجسم الحيوية زي الكبد، زي الكلى، وده بيقلل طبعا فرص الإصابة بالبكتيريا أو الفيروسات المختلفة، تمام. لأن أنت هنا إيه، خليت أجهزة الجسم الحيوية شغالة، مفيش حاجة معطلاها، فبتقاوم بقى أي حاجة ممكن تتراكم أو تتخلل داخل الطائر كده وتتسرسب داخل الطائر وتجيب له مشاكل، تمام. طيب ندخل على طريقة الاستخدام. هو بيضاف لمية الشرب حسب الجرعة المكتوبة على العبوة، وطبعا دي بتبقى مختلفة من شركة للتانية. الشركة المصنعة بتبقى كاتبة على العبوة بتاعتها، لكن بشكل عام بيفضل استخدامه من 3 ل 5 أيام متتالية في حالات معينة. بعد التحصينات بيبقى مهم جدا. أثناء إصابة الطائر بالإجهاد الحراري بيبقى مهم جدا جدا جدا، تمام. بعد استخدام المضادات الحيوية المختلفة، بعد استخدام المضادات الحيوية المختلفة دي أفضل المواعيد اللي ممكن تستخدم فيها هذا الدواء المهم جدا جدا، واللي اسمه سوبر أوليجو. سوبر أوليجو ده دواء بيطري مفيد جدا للدجاج البياض، وكذلك برضو الدجاج التسمين، مفيد لكل أنواع الطيور، حتى الطيور اللي هي غير الفراخ. لو مربي بط، وز، حمام، برضو هيستفيد من الدواء ده. بس خد بالك ان انت ايه، تفهم الاول الطائر ايه مشكلته، لان ممكن يكون الطائر بتاعك مش محتاج اصلا للدواء ده، ما عندوش احتياج اصلا ان انت تقدم له الدواء ده، فيبقى انت كده ايه، صرفت فلوس على الفاضي. لا، اتأكد ان الطائر محتاج الدواء عن طريق الفوائد اللي قلنا عليها، وبعد كده استخدمه. ده كان الفيديو، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، اشتراك في القناة، تفعل زر الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول. نشوفك على ألف خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.